في إطار احتفالية الأسواق العربية بخمسينية البطاقة البرتقالية التي هي بمثابة شهادة تأمين موحدة توفر لسيارتك تغطية تأمينية في حال السفر لأي دولة عربية مشاركة في الاتفاقية الخاصة بالبطاقة دون الحاجة إلى اكتتاب عقد تأمين في الدولة التي تنوي السفر إليها. تم التأكيد على أهمية هذه البطاقة ومزاياها في تسهيل الحركة بين البلدان العربية وخاصة منها الجزائر وليبيا. البطاقة البرتقالية هي شهادة تأمين موحدة تمكن سائقي العربات من التنقل بين مختلف البلدان العربية بكل حرية، وهذا من شأنه أنه معناه يشجع التبادل السياحي، التبادل التجاري، التبادل الاقتصادي، وتوطيد العلاقات بين الدول العربية. كتوانسة العدد مش كثير، احنا صحيح معناه المواطن التونسي قاعد يتنقل إلى التراب الجزائري والتراب الليبي بعشرات الآلاف، لكن المواطن التونسي الحقيقة ما يقبلش على البطاقة البرتقالية، قاعد يكتتب في تأمين حدودي. البطاقة البرتقالية قامت بدورها على أساس كونها سهلت الجولان والتبادل السياحي والتجاري بين شركات بين الدول العربية، لكن الحقيقة توا وقفة تأمل باش نطوروها. نقولوا كون التعويض في البطاقة البرتقالية فما شوية بطء، وهذا ما عادش مقبول. توا يلزمنا الكلنا نعملوا عليه كقطاع تأمين بصفة عامة، كاتحاد عام العربي للتأمين، باش نتجاوزوا هالصعوبات هذه. يمكن نقترحوا تنقيح في الاتجاه هذا، معناها ما عادش تأمن هي المتضرر فقط، فتأمن يمكن ندخلوا فيها تأمينات إضافية إنها تشمل السيارة. وقد تم على هامش هذه الاحتفالية بخمسينية البطاقة البرتقالية التي من المتوقع أن يبلغ عددها 5 ملايين بطاقة في غضون 2030 تم توقيع الاتفاقية المعدلة بين المكاتب العربية الموحدة. احنا اليوم انتقلنا من مرحله لمرحله، كنا بنشتغل ببطاقه ورقيه، الان بنشتغل بالديجيتال، وقادمين على تغييرات اخرى باستعمال الذكاء الاصطناعي. السنه الماضيه احنا صدرنا 2 مليون و250 الف بطاقه، لكن احنا متفائلين بطبيعه الحال، وبنتمنى وبتصور انه بنوصل ل 5 مليون بطاقه. ليش؟ لانه حركة التجارة العربية، التجارة البينية العربية كبيرة جدا. اليوم لما بتجي تشوفوا مثلا غير في دول الخليج والأردن ولبنان وسوريا، في شاحنات بالآلاف بتقطع مثلا من عمان للسعودية، من السعودية للإمارات، المغرب العربي. حركة المسافرين ما بين تونس وليبيا مثلا، الليبيين معروف أنه في على الأقل مليون ليبي أو أكثر من مليون ليبي بيجيوا كل سنة على تونس. نفس الشيء بالنسبة للإخوان الجزائريين، في مئات الآلاف نتاع السيارات، يمكن 500-600 ألف سيارة بتجي من الجزائر على تونس، وهذه كل السيارات هذه كل الشحنات اللي بتمر على البلدان محتاجة البطاقة البرتقالية. نظام البطاقة البرتقالية من النشأة إلى واقع ومستقبل البطاقة في عصر التحول الرقمي هي من بين النقاط التي تم تدارسها في هذه الاحتفالية، وذلك بهدف تطويرها لتكون همزة وصل وتقارب وتعاون بين البلدان العربية.